أنا كنت فاكرة إن اللي هيحصل جوه المتحف الكبير انبهار، سكون، شوية ناس ماشية على أطراف صوابعها، لكن واضح إن شدة الانبهار عند بعض الناس خلتهم يعملوا تصرفات خارج حدود العقل. أنا هعرض لكم بعض التصرفات الغريبة، لكن خلونا نفترض في اللي عملوا كده حسن النية. وأول موقف معانا البنوتة دي، هي أكيد مش قصدها تشوه الشكل العام للمصريين ولا قصدها إنها تأذي التمثال، لكن هنقول إن قلة وعيها وعدم معرفتها الحقيقية بقيمة الآثار المصرية القديمة وكمان قيمة ووضع المكان اللي هي فيه ده اللي خلاها تتصرف التصرف ده ليس إلا. تعالوا نشوف حالة تانية برضو كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي. إلا مثلها ومن عمل صالحا. ده بقى واضح جدا إنه لا قاصد تشويه لصورتنا ولا في دماغه أكتر من الشهرة والانتشار. هو متخيل إنه بيعمل حاجة عظيمة، وإنه لما يقرأ آيات من القرآن الكريم قدام تمثال الملك رمسيس الثاني اللي ليها علاقة بفرعون، قال يعني هو ده فرعون، يبقى كده هو عمل إنجاز. وطبعا ده كلام عاري تماما من الصحة، لأنه لا الملك رمسيس الثاني هو فرعون ولا عندنا في حضارتنا المصرية القديمة شخص باسم فرعون. ولو كان الشاب ده تعب نفسه وقرا شوية في حضارته ما كانش واقع في المغالطة دي. وبالمناسبة الشاب ده مشهور بالحكاية دي، يعني لو كان الاحتفال بالمتحف في مكان مثلا على ضفاف نهر النيل كان جاب آيات من القرآن الكريم بتتكلم عن الأنهار وهكذا. يعني من الآخر قلة وعيه وثقافته هي اللي وصلته لكده. دول بقى كانوا الحالات الغريبة شوية اللي شفناها من وقت افتتاح المتحف الكبير. أما الحالة الجاية فكانت من أجمل ما شفت. دول مجموعة من سيدات مصر دخلوا المتحف الكبير وغصب عنهم لقوا نفسهم من كتر الإحساس بالفخر والاعتزاز بحضارتهم بيغنوا بالشكل ده ومن قلبهم. والحقيقة كان مشهد في منتهى الرقي والحب الخالص من القلب لمصرنا الغالية، وكان مشهد عفوي جدا لكن جواه منتهى الإحساس بالفخر والحب. ومن أغرب ما سمعت عن المتحف الكبير إنه في الأسبوع الأول لافتتاحه بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يا رب، من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وصل المتحف للساعة التشغيلية الكاملة ليه من كثرة توافد الزوار عليه، ودي في حد ذاتها سابقة لم تحدث من قبل مع أي متحف أثري في العالم. والفضل في ده بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع لعظمة حضارتنا المصرية القديمة وقيمتها اللي ما تتقدرش بتمن عند العالم كله وعند المصريين بالأخص. وبكده أقدر أقول لكم إن دي آخر حلقة من سلسلة أسرار المتحف الكبير، واللي ما زلت بدعوكم لزيارته وللاستمتاع بأجمل ما يمكن أن تشاهدوه من عظمة وفخر وبراعة تصميم مجتمعة في مكان واحد، وهو المتحف المصري الكبير. أتمناكم بخير، تحياتي للجميع.